مؤشر لما يتكلم السوق كله يسكت ويسمع، يبقى أكيد الداو جونز، الجد العجوز اللي لسه في الفرن. في القرن ال19 ما كانش فيه وسيلة بتقيس حالة السوق ببساطة حد ما جه تشارلز داو مؤسس صحيفة وول ستريت جورنال وقال عايز اعمل مقياس يقيس اداء السوق الصناعي. وفي 26 مايو 1896 اطلق اول نسخة من الداو جونز، وكان وقتها بيقيس اداء 12 شركة صناعية بس. ومن هنا اتولد الداو جونز. النهارده بيضم 30 شركة بس كل واحدة فيهم تعتبر عملاق. كوكاكولا، بوينج، ماكدونالدز، جي بي مورجان، شركات تقيلة أثرت في الاقتصاد الأمريكي من أكتر من قرن ولسه مسيطرة. ليه الناس بتثق في الداو جونز؟ لأنه بيعتمد على شركات كبيرة مستقرة، مش بيتهز بسرعة مع أي خبر أو ترند. هو مش بورصة، لكنه تسجل رسميا كمؤشر صناعي. ولما صناديق الاستثمار بدأت تعتمده بقى جزء كبير من النظام المالي الأمريكي. فلما تشوفه طالع أو نازل اعرف ان الكبار بيتحركوا. قولي في الكومنتات، تفتكر الكبار لسه ماسكين السوق ولا الشركات الجديدة جاية تسرق الكاميرا؟